ده مكتب رهانات السباقات بتاع عيلة شيلبي أو عصابة البيكي بلايندرز فخر الأجانب في بيرمنجهام في إنجلترا. توماس جامد شيلبي هو المخ وأرثر شيلبي هو العضلات، والاتنين شاركوا في الحرب مع بريطانيا العظمى ضد ألمانيا. وطنط بولي هي الحكيمة بتاعت العيلة، وملخص الموسم الأول تقدر تشوفه من هنا أو هنا أو هنا. جامد بيعمل ميتنج للعيلة بيقول لهم فيه إن ربنا كرمنا وإننا خلاص هنوسع نشاطاتنا للندن. فالعيلة بتعترض خصوصا جون اللي هو لندن إيه يا جامد، إحنا أصلا مش عارفين نسيطر على استثماراتنا في الشيخ زايد، هنروح لندن يتعلم علينا هناك. فقام جامد بصله كده وسأله انت حاربت في فرنسا؟ وبياخد جامد اخواته ويطلعوا على لندن ويروحوا الكازينو بتاع سابيني اشقى لندن، وهناك يتقال لهم انهم مش مترحب بيهم. فجامد بيقول لهم يلا ويقوموا مكسرين الكازينو وضاربين الناس اللي هناك حته فوكنج علقه ويمشوا. ايده اخت جامد جوزها بيموت بالطاعون، فجامد في الجنازه بيقول لها تعالي عيشي معانا بقى انت وابنك. قامت قايله له انت واحد ارستقراطي وسارق فلوس البلد وسايبهم جعانين وانا ماليش علاقه بيكم، وتسيبه وتمشي. وبترجع لندن، وهناك رجاله سابيني اللي قفش بعد ما جامد حط عليه جامد بيحاولوا يخطفوها ويغتصبوها، ولكن رجاله البيكي بلايندرز ينقذوها. وفي نفس الوقت كان سابيني نفسه في بيرمنجهام وطلع على جامد هو ورجاله ومسكوره النوع علقه، وقام سابيني مسك عليه المسدس وساله نفسك تقول حاجة قبل ما تموت؟ فيقول له هقول بس مش دلوقتي. وبيجي المحقق كامبل وينقذه في المستشفى. كامبل بيقول له انا رجعت بيرمنجهام وعايزك في مهمه بامر من تشرشل. قام جامد بص له كده وساله انت حاربت في فرنسا؟ لكن كامبل ما قالوش انه اتفق مع تشرشل انه بعد ما جامد هيخلص مهمته هيقتلوه. الله الوكيل انتوا حلال فيكم اللي هتلر هيعمله. بيطلع جامد من المستشفى على كامدن ويقابل هناك إلفي سولومونز اليهودي، وبيعرض عليه يشتغلوا مع بعض ويتحدوا قدام سابيني عشان انت بقيت مهزأ ومالكش اسم في السوق. فإلفي بيقول له انا المفروض اثق فيك بعد ما خنت بيل كيمبر ازاي؟ قام جامد قال له زي السكر في الشاي. فإلفي قال له والله انتوا يا اهل بيرمنجهام دمكوا شربات، انا موافق. وبيروح جامد يقابل اخته، فبتقول له انا مش قلت لك مش عايز اشوف خلقتك تاني؟ قال لها انا اشتريت لك بيت جديد في انضف حته في لندن وده المفتاح. قامت قايده قايله له ماشي. وبيشتري بيت لبولي كمان اللي بيعرف انها راحت لواحده بتحضر ارواح عشان تعرف منها مكان ولادها اللي ضاعوا منها زمان. فبيروح يقول لها احنا مش كبرنا على الكلام ده، عايزه تضحكي علينا الناس. وبيعرف بعلاقاته ان بنتها ماتت لكن ابنها مايكل لسه عايش، وان في واحده اسمها جونسون هي اللي بتربيه ومسميها هنري. فبيروح لها ويقابل الواد ويقول له انا توماس جامد شيلبي، ابقى ابن عمك وامك بتدور عليك. فجونسون بتفضل تصوت وتقول له امشي من هنا. فمايكل بيقول لها ما تقلقيش يا امي، انا عمري ما هتخلى عنك. جامد انا عايزك تاخدني تحت باطك وتعلمني الشغلانه يا كبير. فجامد بيبص له كده ويساله انت حاربت في فرنسا؟ وبيروح جامد يحضر مزاد على حصان جديد، فبيفضل يتخانق عليه هو وواحده اسمها ماي كارلتون. فجامد بيكسب المزاد، فتروح تقول له انت كسبت الحصان بس انا مدرب حصانه شاطره فممكن ادرب الحصان وصاحب الحصان والمخرج كمان لو حابب. جامد بعد ما الايرلنديين خطفوه واجبروه يقتل لهم حد والا هيدشملوه، بيكتشف ان المحقق كامبل ورا كل ده وبيطلب منه مهمه تانية وهي قتل قائد عسكري سابق. وبيقرر جامد انه ياخد بطاره من سابيني. فبيطلع ارثر فوكينج هو والرجاله على الكازينو بتاعه المحترم، ويقوم جايب عليها وطيها ومسح الترابيزات بوش ماريو مدير الكازينو، ويطلع يقف قدام الميكروفون ويقول ايها الشعب الكازينو بقى بتاعنا خلاص. ويقوم جامد مجمع العيله ويقول لهم انه بعت رساله لتشرشل نفسه وطلب منه رخصه تصدير مقابل الخدمات اللي هيعملها، وانه بالطريقه دي هيهرب الويسكي لامريكا في صناديق قطع غيار عربيات. وبتيجي مايل جامد البيت عشان تبص على الحصان، فبياخدها يوريها الحانه بتاعته هناك يقول لها جاوبيني بصراحه انت نفسك معايا صح؟ سابيني بيروح لإلفي سولومونز ويقول له انت بتبيعني للبيكي بلايندرز؟ فإلفي بيقول له عشان تبطل تتريق على اليهود. فسابيني بيقول له يا انت بتتضايق من الهزار ده، انت يهودي يا جدع. برضو يا ابني انت مش فاهم اليهود دول اخلاقهم عامله ازاي. يلا بقى نخون جامد. ماي كارلتون قاعده في فيلتها في امان الله، لقت جامد داخل عليها تقول له خير؟ قال لها سوري كنت رايح الشغل لقيت نفسي جنب بيتك، ده كلها فرق بتاع 60 ميل يعني خدتش بالي، بس للاسف هبات عندك عشان عربيتي عطلت ومش هينفع ارجع المشوار ده طويل قوي دول 60 ميل يعني. ويروح جامد لاوضه ماي بالليل ويوريها الويل. وفي مره وهو قاعد قاعده رومانسيه معاها وبيتفقوا هيلعبوا سكسك على علي تاني امتى، فيقوم جاي له تليفون يعرف فيه ان ارثر راح يزور إلفي سولومونز هو والرجاله. فقام إلفي عامل له كمين وقتل رجالته وملبس التهمه دي لارثر ويجيب الشرطه تقبض عليه. وفي نفس الوقت المحقق كامبل قبض على مايكل ومتهمه بحرق حانه في بيرمنجهام، وان سابيني سيطر على الكازينو بتاعه تاني، وان رجالته في كامدن بيتقبض عليهم كلهم والشرطه بتصدر الويسكي بتاعه. انا كنت جامد جامدان دلوقتي بقيت خزاني احزان. فتقوم ماي بصله قايله له ما دي اخره النجاسه. بولي بتروح لكامبل الاسم وتقول له والنبي طلع ابني والنبي. فيقوم كامبل يجبرها انها تتنازل له عن شرفها مقابل انه يطلع ابنها مايكل، اللي بيطلع يقول لامه السجن كله عارف انت عملتي ايه، يلا يا بتاعت كامبل. دي بقى جريس احلى بنت في الكره الارضيه، واللي كان بينها وبين جامد في سيزون 1 علاقه جامده
جامد، وبعد كده سابته ومشيت. فبترجع له وتزوره وتقول له انا متجوزه دكتور ولكن ما بيخلفش، فيقول لها يا ضنايا يلا اقلعي. فبيروح جامد لماي يقول لها انا دخلت في علاقه تانية، فعلاقتنا دي هتنتهي يوم السبت. وبيتفق جامد مع كامبل انه هينفذ العمليه في يوم السباق بتاع إبسوم عشان ما تقدرش تقتلني بعدها ها. وبيكتب جواب بيقول فيه كل حاجه وبيشرط فيه لتشرشل وكامبل، وبيديه لايدا اخته عشان لو جراله حاجه. وبيروح لإلفي سولومون يعرض عليه 30% من ارباحه مقابل انه يبيع سابيني ويرجع يتحد معاه تاني. فإلفي بيقول له لا انا عايز 100% بدل ما عليا النعمه اقتلك وقتي. قام جامد باصص له كده وساله انت حاربت في فرنسا؟ فإلفي بيقول له خلصانه هاخد 35% خلاص. وبيخلي رجالته يتنازلوا عن شهادتهم ضد ارثر اللي بيطلع من السجن. يوم السباق نعمه بتروح تقابل جامد وتقول له انا حامل. قال لها روحي لجوزك قولوا له ده ابنك هيتبسط قوي سلام، ولا اقول لك استنيني بعد السباق نشوف الموضوع ده. وهناك البيكي بلايندرز بيحرقوا تراخيص سابيني كلها ويسرقوا فلوسه من غير نقطه دم واحده. وبولي بتروح تقابل كامبل عشان تنتقم منه وتقول له ازيك موت. وجامد بينفذ مهمته بس بيتخطف في اخر السباق من الايرلنديين اللي كامبل قبل ما بولي تقتله اتفق معاهم ان هم هيخطفوا جامد ويقتلوه، وقاموا ودوه حته مقطوعه وخلوه يحفر قبره بايده. فيبص لهم كده ويسالهم وبيخلوه يشرب سيجاره كده قبل ما يموت احتراما للحرب اللي خدوها مع بعض. ويفضل يندب حظه اللي هيخليه يموت بعد ما حقق كل احلامه. ويقوموا سائلينه عايز تقول حاجه قبل ما تموت؟ فيقول له هقول بس مش دلوقتي. وبيقوم واحد من الثلاثه قاتل الاثنين التانيين ويقول له تشرشل بيمسي عليك وبيقول لك انت هتبقى مفيد لينا قدام، ويسيبه يروح. الله الوكيل حرام يا جماعه اللي هتلر هيعمله فيكم. ويروح جامد المكتب وتساله السكرتيره بتاعته انت كنت فين؟ فيقوم جامد بص لها كده ويسالها ازيك عامله ايه؟ وبيقرر جامد الجواز. ولكن في سيزون 3 هنعرف مين العروسه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وفولو لابوريدا عشان هو صاحب اليد الذهبيه اللي بتمنتج لنا الشغل ده. سلام.